حيث لا أثر للحياة بباطن الأرض إلا من الصواعد والنوازل والأشكال الحيوانية الغريبة والمخيفة. توغل فريق الشروق نيوز إلى الكهف الذي يطلق عليه لقب غار الجماعة الواقع بولاية قلمة، رغم المخاطر التي تحدق بهذا المكان المظلم جدا، والذي عجز حتى المستكشفون العالميون في تحديد طوله وعمقه. الروايات تضاربت وتعددت واختلفت حول تسمية هذا الكهف، منهم من ربط اسمه بالجماعات الإرهابية، ومنهم من قال إن التسمية تعود إلى العهد الروماني. نادية طالحي وعصام بمنية تسلح بالشجاعة والإرادة على طريقة المستكشف كريستوف كولومبوس رفقة بعض الفضوليين، ودخلوا المكان المخيف وصلوا إلى أبعد نقطة. أسفل جبل طايا بمنطقة بوهمدان بقلمة، وبين هذه الصخور الجبلية العملاقة وعلى ارتفاع أكثر من 1200 متر عن سطح البحر، توجد فوهة مغارة مظلمة تمتد في عمق الأرض، ظلت على مدار عدة قرون تحتفظ بعذريتها وبأسرارها الدفينة. يقولوا باللي لقاو صنادق مليانين فيهم الصوارد وفيهم الذهب. وعلى الرغم من كل محاولات المستكشفين والباحثين خلال السنين الغابرة، إلا أنه لا أحد تمكن من الوصول إلى معرفة وتحديد طول غار الجماعة أو عمقه في باطن الأرض. هنا راكم تشوفوا أسفل غار الجماعة في قاعة شلال، هي فيها قاعات بزاف. حنايا ممكن ما عرفناش بالتسمية، كاينه لا سال دو لا ديسونت، لا سال دو جماعة، لا سال دو فاي درب، ما قدرتش نعرفوا انهم التسميه تاعها واش هي. هذه قدرنا نعرفوها من خلال الكتابه اللي موجوده عليها، اللي هي سال دو لا كاسكاد. غار الجماعة يحمل في كل شبر بداخله المظلم الكثير من الأسرار والحكايات التي تداولتها الأجيال على مر السنين، وبقيت كل تلك الروايات مجرد فرضيات واحتمالات لم يتمكن أحد من تأكيدها. كانوا يجيوها الرومان من هذا كان مغارة الإله باكاس، يجيو لها من تبليس، يسلاو عنونا حاليا تبعد 17 كيلومتر عن المنطقة. كانوا يجيو يزوروها في وقت الربيع ويقدموا لها قرابين وهدايا. ومن هنا الوصول إلى نهاية هذه المغارة يعتبر ضربا من الخيال، غير أن كاميرا الشروق نيوز بادرت بالمغامرة رفقة بعض الشباب، ودخلت غار الجماعة في رحلة محفوفة بالمخاطر من جهة وبالمتعة والاستكشاف من جهة أخرى، للوصول إلى أبعد نقطة يمكن الوصول إليها. ويذكر الباحث الفرنسي أوروني بورغينيات الذي زار المغارة سنة 1870 بأن تاريخ هذه المغارة يعود إلى سنة 210 ميلادية، عندما كانت معبدا للإله باكاكاس الذي كان الناس يحجون إليه في عهد الرومان من تبيليس. اسلاوت عنوى حاليا للتعبد والصلاة وتقديم الهدايا والقرابين. حول أصل تسمية غار الجماعة تضاربت فيه الروايات. الرواية الأولى تقول إن الباحث الفرنسي روني بورغينيات أرجع التسمية إلى العهد الروماني نسبة للجماعة التي كانت تزور المنطقة للتعبد وتقديم القرابين للإله باكاكاس. الرواية الثانية تقول إن أصل التسمية يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، عندما كان المجاهدون الجزائريون يستغلون المغارة للاختباء ويعتمدونها كخلفية لتنفيذ عملياتهم الفدائية ضد زبانية الاحتلال. أما الرواية الثالثة فتقول إن التسمية انتسبت في السنوات الأخيرة إلى الجماعات الإرهابية التي اتخذتها مخبأ ونقطة عبور بين جبال الولايات الشرقية. الكتاب تاع ريني بورغينيا استوار دو جبل طايا لا غروند كافيرن دو لا موسكي اللي مكتوب سنة 1870، هذا المؤرخ يقول بلي راهو كي جا هنا لقى ناس يصليو رفقة شيخ الجبل اللي هو سي الحواس، لقاو كانوا جماعة يصليوا لهنا يديو صلوات الجماعة هنا. لهذا هو هذه التسمية وهذه الحقيقة اللي خلاتهم به يقولوا يسميوها غار جماعة. دخلوا له مجاهدين، جات فرنسا في مجموعة المجاهدين ما شاء الله
ضربتهم فرنسا بالغاز ماتوا لنا بكل. من ثم عليها سماو غرجبه. مغامرتنا في دخول المكان، وعلى الرغم من أنها كانت محاطة بالعديد من المخاطر، إلا أن الفضول وحب الاطلاع وواجبنا المهني في نقل صور حقيقية عن ما تحويه المغارة داخلها دفعنا للمجازفة في رحلة استغرقت أكثر من 7 ساعات في عمق الأرض. رحلة شيقة اكتشفنا تنوع المناظر التي تفاجأنا بوجودها، والتي جعلتنا ننسى المتاعب التي واجهتنا من خلال سيرنا على تلك النتوءات الأرضية على صخور زلجة وفي منحدر لم يكن نعلم وسط الظلام الدامس. وكم كانت مفاجأتنا عظيمة بتلك الحجارة المنتصبة في أرجاء المغارة في أشكال طبيعية أبدع الخالق صنعها. عصام بن منية لبرنامج مراسلون.